نصحتني بيها سادية ان انا اجربها هنا في موري، هو التلفريك بتاعهم، فاحنا دلوقتي هنجرب التلفريك. الموضوع باين ان هو شويه صعب، انا خايفه لان الحاجات تأمينها مش عارفه اذا كان قوي ولا مش قوي، بس ان شاء الله يبقى تمام، يعني ان شاء الله ما يحصلش حاجه. المفروض ان احنا نقف وهم بتاع بتيجي على طول، نقوم لازم نركب بسرعه بكونفيدنت، يعني لازم نبقى كونفيدنت جدا واحنا بنركب، لان هي مش هتستنانا، هي مش هتقف، هي المفروض ان احنا على طول بنركب ونمشي. اوكي وانت يا لهوي عرفنا اعملها عرفت اعملها الحمد لله وما وقعتش. التجربة حلوة قوي، كنت خايفة منها في الأول علشان شكل التلفريك ما كانش مريحني، لا بس هو تمام وأمان، هو في شوية هزات كده فيها سسبنس، إن التجربة لطيفة عموما يعني. واللطيف ان هو مفتوح، يعني الواحد ممكن يلمس الشجر وهو ماشي، وهو شجر كبير وعالي وارض تحتنا على عمق كبير، فلا تجربه لطيفه وانصح اي حد يجي باكستان ان هو يجربها. انا اول مره ابقى في تلفريك وسط الاشجار وكده، وكمان تلفريك مش مقفول، يعني مفتوح خالص، انا ممكن اقعد اشد الشجر وانا ماشيه اساسا بس تجربه لطيفه.